أهلا بكم في سلسلة حلقات أذرع إيران العلنية والمخفية في الوطن العربي. وسنبدأ أولى حلقاتنا عن حزب الله اللبناني بوصفه أولى أذرع إيران العلنية في العالم العربي. الرجاء من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليأتيكم كل جديد. حزب الله اللبناني. حزب الله اللبناني تأسس في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وتحديدا بين عام 1982 إلى 1985. أنشئ حزب الله كمنظمة شيعية مسلحة مدعومة من إيران، وانبثق من انشقاقات في حركة أمل الشيعية ومجموعات شيعية متأثرة بالثورة الإيرانية الإسلامية. انتوا عارفين ان المجتمع اللبناني او الشعب اللبناني ينقسم الى 3 طوائف رئيسية. السنة 26% من تعداد السكان، الشيعة تقريبا نفس النسبة 26%، ثم الموارنة المسيحيون الموارنة وهما نسبة 21%. باقي الفئات فئات صغيرة متناثرة زي الأرمن والأرثوذكس والدروز وغيره، نسب بسيطة. السيطرة على الحكم ومقاليد الدولة اللبنانية كانت للموارنة تاريخيا يعني، لكن عند استقلال لبنان تم الاتفاق على ان الطائفة السنية يكون لها رئاسة الوزراء، والطائفة المارونية رئاسة الجمهورية، والطائفة الشيعية رئاسة البرلمان. ولم ينفذ هذا الاتفاق إلا في عام 1959. الشيعة قبل تأسيس حزب الله اللبناني كان يمثلهم حركة أمل الشيعي، ولكن عندما حدثت انشقاقات من هذه الحركة وبالإضافة إلى الشيعة الراديكاليين المرتبطين بإيران، تم تأسيس حزب الله زي ما قلنا، منظمة شيعية مسلحة تابعة لإيران. ازاي تابعة لإيران؟ يجي واحد بقى يقول لك ليه ازاي؟ ده في ظاهر وواضح في أول بيان صادر عن حزب الله اللبناني في 16 فبراير شباط 1985. بيقول فيه ايه بالنص البيان الصادر عن حزب الله؟ إن الحزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر الثورة الإيرانية. إذن أول بيان صدر عن الحزب بيعترف إنه ملتزم بأوامر، وحط تحت أوامر دي 20 خط أحمر، لأن لو كان قال يسير على هدى أو على نهج ماشي، وإنما بيان الحزب كان دقيق جدا وقال ملتزم بأوامر. ملتزم بإيه؟ بأوامر.
وأمين عام حزب الله بيعتبر الوكيل الشرعي والسياسي في لبنان للمرشد الأعلى الإيراني. حلو. طيب أما تأسس الحزب المسلح، حزب مسلح، ودي الخطورة، حزب مسلح، كانت ايه علاقته بالدولة اللبنانية؟ الحزب يعتبر اما تأسس قوة سياسية وعسكرية داخل النظام الطائفي اللبناني، وعنده سلاح. السلاح ده خارج سيطرة الجيش والمؤسسات الرسمية للدولة، ما بياخدش أوامر من يعني دولة داخل دولة، مما خلق ازدواجية في السيادة. يعني قوات عسكرية أقوى من الجيش اللبناني خارج سلطات الدولة الرسمية، مفيش المفروض لا تحت إمرة قائد الجيش اللبناني ولا قائد قوات الأمن الداخلي اللبناني، قوة بذاتها، دولة داخل دولة، بتاخد أوامرها من مين؟ من أمين عام حزب الله اللبناني، وهو لا يمثل سلطة سياسية في الدولة. أي منصب سياسي في الدولة ما فيش، تاخد أوامرها منه، اللي بدوره حسب البيان الصادر عن الحزب بياخد أوامره منين؟ من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران. وبالتالي حزب الله هو مؤسسة لبنانية اسما، ولكن هو دولة داخل الدولة اللبنانية وخارج عن سيطرتها، ويأخذ أوامره من المرشد الأعلى الإيراني. دي كان تأسيس الحزب وعلاقته بالدولة اللبنانية. لكن اصطدم بالدولة اللبنانية في عدة يعني أحداث، أهمهم في عام 2008 حاولت الحكومة اللبنانية إغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، وذلك بإقالة رئيس الأمن في مطار بيروت الدولي نظرا لعلاقته بالحزب. إيه بقى؟ الحزب رد بقى باستخدام قواته المسلحة ضد الدولة اللبنانية. هنا هو دولة داخل دولة، وجيش أقوى من جيش الدولة الرسمي، وبالتالي هجم حزب الله على أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت، واشتباك مع جماعات سنية أدت إلى مقتل 81 شخص، وكانت لبنان على شفا حرب أهلية. طيب تمام، إيه اللي حصل بعد كده؟ الحكومة اللبنانية تراجعت، قوة لا تملك القوة لمواجهة حزب الله، لأن القوات المسلحة بتاعته أقوى من الجيش، فرضت سيطرته، ولذلك أعطت حزب الله أو تخاصمت السلطة مع حزب الله، وإيه تاني؟ وأقرت له بالثلث المعطل، ثلث المعطل اللي يمنح حزب الله حق الفيتو لإيقاف أو تعطيل أي قرار حكومي لا يوافق عليه حزب الله.
إن شاء الله هنكمل في الحلقات القادمة المحاور الأخرى من الحلقة عن حزب الله اللبناني كأول ذراع علني لإيران في المنطقة العربية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتيك كل جديد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.